السلام عليكم، مرحبا بكم في بنة تونس. اليوم راح نعملوا مع بعضنا صحفة الذرع. هيا نشوفوا كيفاش نحضروها. في الطنجرة تاعنا صبينا شوية ماء. أنا استعملت 1 لتر هكاك. على الباردة حطيت له 3 مغارف ذرع. ثلاثة مغارف تاع ماكلة. نخلطوا مليح كل شيء على البارد الساعة حتى يتحل مليح في الماء. استعملت هنا المغرف ومن بعد نولي نستعمل فوي. يتخلط بالقدا في البارد ومن بعد نحطوه على النار. كي يهز الغلوة يولي يغلي زدنا له 2 مغارف سكر، 2 مغارف تاع ماكلة سكر، ما يتحطش معها على الاول يطلقوا. خلطوه مليح. زدنا نقول 2 مغارف عطرشية، 2 مغارف تاع ماكلة، نكهة وبنة وصحيا وكلش. نخلطه مليح. لازم ديما نبقاو نحركوا على النار باش ما يحصلش في قاع طنجرة. زدنا له 2 مغارف زيت زيتونة. صحي 100% الذرع. وصفتنا هذه صحية. نبقاو نحركوا او هنا وعلى النار. هنا نحيناه صبيناه في الصحفة تاعنا. هنا انا استعملت كاكاوية كاوكاو مرحي ومقلي. والنص الاخر استعملت جنجلان مرحي ومقلي. جنجلانية رحيناها وقليناها. قبل ما تاكلوا على فطور الصباح، قبل ما تاكلوا يتكل دافي ما يتكلش بارد. هذا كعبات تكاوكاو انا رميتها من الفوق. كعيبة لوز فيتامين 100%. اختياري باش تحبوا تحطوا حطوا، مش كاين عندكم حطوا. شوية جوز، راهو بدين بدين بدين، جربوه. شوية شامية حاطيناها عشوائيا برك. ومن بعد كي تعودوا تاكلوا كل شيء يتخلط كله بلابي، تخلطوا كلش في بعضها. وينشط وصحي ويقنع.
ومغرفة عسل من الفوق. وهذه وصفتنا حضرت، ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك، وصحة وفرحة. سلام.